اتفضل يا بس هو انسحاب. السنه اللي فاتت نادي الزمالك وانسحب عشان 4 طلبات نفذ منها 3 على فكره. ما كان اللي كنا عايزين ان جدول الدوري يتحط كله كله كاملا اتحط. عايزين يبقى بالترتيب ده، ما كانش ينفع لان كان اوريدي ده طلب لم يتحقق. عامر حسين ما بقاش موجود، فما بقاش موجود ان لجنه الحكام تتغير فتغير. الاهلي هو شايفه انسحاب والاتحاد الكوره شايفه انسحاب والرابطه شايفه انسحاب، احنا مش شايفينه انسحاب. مش معقول يعني احنا فرقه بننافس على الدوري وعايزين ناخد الدوري وننسحب يعني. بس في الاول وفي الاخر هو كاتب انسحاب، خلاص خلينا انسحاب زي ما انتوا عايزين. بس احنا عارفين لو كنا رحنا كنا حاطين عليكم. بس هو مش انسحاب، احنا كان لينا اغراض معينه ومش عايزين نغير المنظومه، احنا كنا عايزين حكام اجنبي. يقول لك الزمالك طلباته اتحققت، هتحقق 3 طلبات من 4. لجنه الحكام اتغيرت وعامر حسين مشي وجدول الدوري. اقسم بالله احسن ناس يضحكوا على جمهورهم بتوع الزمالك. انت يا ابني السنه اللي فاتت قلت عايز امشي لجنه الحكام السنه دي وعايز اغير عامر حسين السنه دي، ده الكلام ده السنه اللي فاتت قبل ماتش الاهلي، وعايز الاهلي يلعب مؤجلاته كلها. حاجه تنفذوا منهم؟ لا. احنا كل 6 شهور او كل شهرين 3 بنغير لجنه حكام، ده مبدئيا. بس عامر حسين لما كنت عايز تمشيه السنه اللي فاتت قبل ماتش الاهلي مشي؟ لا، مشي اول السنه دي. لجنه الحكام اتغيرت السنه دي، الاهلي لعب مؤجلات انت كنت عايزها السنه اللي فاتت، الاهلي ما لعبش مؤجلاته. بمزاجكم، مفيش حاجه اتحققت منهم اقسم بالله من اللي انتوا عايزينه. كل ده بيتغير السنه دي، احنا كل سنه اصلا في تغيير، اي تغيير بيجيب فايده. خد السنه دي اكتر من 10 12 نقطه بالحكام المصريين. انا مستغرب، المفروض الناس هي اللي تقول مش عايزين حكام مصريين، انما في الاخر هو انسحاب. الناس راحت الملعب ووقفت وقالوا سلام الجمهوري ومجهود. قال لك الاهلي خد 10 12 نقطه من الحكام. بص يا كابتن استاذ جمال العدلي، انا مش هقعد اقول لك بقى الزمالك خد ايه واجيب لك الماتشات واجيب لك ايه واجيب لك ايه واجيب لك ايه. مش هقول لك بقى ضربه الجزاء بتاع بيراميدز في الاول الماتش اللي كانت بتاعت الونش، وضربه الجزاء الاسماعيلي اللي كان فيها شك. هنقعد بقى نخش في جدال. بس انت قلت كلمه حلوه وانا الكلمه دي حلوه قوي. قلت ايه؟ طب ما الحكام المصريين ادوا الاهلي نقط واحنا كنا بنقف لنا الحكام المصريين بس ما طلبناش حكام اجانب. طب ليه الاهلي عايز حكام اجانب؟ اديك قلت الحكام المصريين معانا، يعني احنا الحكام المصريين معانا هنطلب حكام اجانب ازاي؟ والعكس صحيح، وانت كنت بتشتكي من التحكيم، هتيجي ازاي؟ احنا عايزين مبدا التكافؤ يا حبيبي، حكم اجنبي ولا ليا ولا عليا. خلاص لعبت كسبتني، خلاص المشكله خلصانه. انت بتتكلم في ايه؟ انت ديك قلتها، والله ديك قلتها. احنا الحكام اديتنا 10 12 نقطه على حسب كلامك، ليه ما كملناش بيهم؟ اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ عشان احنا بنشوف هناك الناحيه الثانيه في ماتشات بيراميدز والزمالك كوارث، وربنا كوارث. انت مش فارق بالنسبه لك لان انت كده كده بره المنافسه. مش بس انسحاب. ليه بقى هيبقى موجه لبيراميدز؟ ليه؟ عشان ايه؟ ممكن تديني فكره ليه بقى موجه لبيراميدز؟ لا، ده الكلام بيتقال عشان الناس كلها تمشي تقولوه. لا، احنا قلنا ان الحكام ضرونا، بس ما قلناش ان انا هجيب حكام. قال لك الدوري موجه لبيراميدز، اديني سبب واحد. احنا بنمشي مع الموجه، هو قال كده يعتبر يعني. لا اديك سبب ايه؟ انت ما بتشوفش حكام بيراميدز يا استاذ جمال ولا استاذ مدحت؟ استاذ جمال العدل، ما بتشوفش ماتشات بيراميدز؟ ما بتشوفش؟ ما شفتش القرعه اللي اتعملت الفجر من غير ما المندوبين بتوع الانديه يحضروا؟ ينفع كده؟ ما شفتش ولا ايه؟ يا عم انت بره المنافسه بتتكلم كتير ليه؟ اسمع دي بقى. الاهلي انسحب 8 9 مرات على مدار تاريخه، ما اتضرش ولا مره ولا تعاقب ولا مره. مرات لغوا الدوري، ومرات عادوا الماضي في حل اتحاد الكوره، ومرات مشوا الوزير، ولا مره تعاقبوا. فانا طبعا حاسس بالصدمه. انما الزمالك كل ما بينسحب كان بيتاخد عليه 6 نقط عادي. واحنا قال لك الاهلي انسحب حوالي مش عارف 6 7 مرات او 8 مرات او 9 مرات، ومره الدوري يقف ومره يلغوا الدوري ومره يشيل الوزير ومره يشيل اتحاد الكوره. عكس الزمالك كان بينسحب، كان بيطبق عليه عقوبات. ايوه يا عم، الاهلي نادي الدوله. الاهلي جوه الجمهور والله. تتوقع ان الاهلي يرجع؟ طبعا اكيد الدوري من غير الزمالك والاهلي ملوش اي معنى. في الاول ان الاهلي هيكمل مش في ايده يعني. ما تلعبش ماتش ماسي، انما تنسحب خالص من الدوري على بعضه مستحيل. دوله وفي لا في امن قومي وفي حاجات بعيده قوي عن فكره ان ماتش كوره. بس اقف هنا بقى، انت جبت الخلاصه. قلت كل المسؤولين ضد اللي حصل من الاهلي وكلهم مع مؤيدين قرارات اتحاد الكوره والرابطه. ما هو الاهلي لو هياخد القرار بقى ان هو الاهلي على فكره عايز ينسحب مش عايز يكمل، بس اكيد هيحصل ضغوطات من بره عليه. عشان نكون بس متفقين يا جماعه، اكيد هيحصل ضغوطات عليه. هو يكمل، الاهلي مش هيكمل. عشان في ناس تقول لك ايه ده حنفي ومش حنفي. في حاجات مش بايد الواحد، في حاجات ممكن ما تكونش بايد الخطيب، ما تكونش بايد المجلس. فكابتن جمال العدل الصراحه كلامه نص منطقي ونص يضحك بنات ربنا يعني. فيا ريت يعني اللي يقعد يسمع استاذ جمال عايز واحد يعرف يرد عليه زي صلاح حفيظ كده، يكون فاهم وعارف. لكن كده انت بتخبط.